كنت في الملعب في اصابه الكابتن جمال، يعني كنت قاعد كرامي والكابتن ثابت وانا كنت قاعد، يعني خلصنا طلعنا احنا مش موجودين في تقسيمه، يعني شفت الاصابه كلها وعربيه الكابتن مصطفى يونس دخلت الملعب خدت الكابتن جمال ونقلته المستشفى. قول بالاسم في هذا التوقيت كانت مستشفى السلام دي يبقى كانت مستشفى مكسره الدنيا يعني، فانتقل الى مستشفى السلام اللي اجرى العمليه اكبر دكتور جراح وعظام في مصر في هذا التوقيت الله الدكتور مصطفى الشرقاوي. والحمد لله الاصابه ما طلعتش زي ما احنا كنا مرعوبين يعني، وظل الكابتن جمال في غرفه على النيل اهو في مستشفى السلام. الدكتور صرح انه يمشي بتكلفه كامله تحملها النادي الاهلي بالكامل. فجت العمليه بتاعت المسامير واتدفعت عن طريق النادي الاهلي، واداري النادي هو اللي راح دفع الفلوس، ومحب النادي على رحمه الله الاستاذ تيسير هواري دفع هو كمان فلوس، يعني الفلوس اتدفعت زياده كمان من الاستاذ تيسير الهواري. وتم بقى تجهيز كابتن جمال عبد الحميد داخل النادي الاهلي عن طريق الكابتن انور سلامه. طلب من الجهاز الفني، يعني مش الكابتن جمال اللي راح للكابتن انور سلامه طلب منه هذا الامر غير صحيح. النقطه اللي الكل ما بيتكلمش فيها ومش هيتكلم فيها سبب رحيل كابتن جمال عبد الحميد. تركك النادي الاهلي حضرتك عارفها وانا عارفها وزملائنا عارفينها والكل عارفها، ومع ذلك ما حدش من النادي الاهلي اتكلم فيها نص كلمه. كفايه يا كابتن جمال الله يخليك، لانه بعد بقى الناس هتطلع تتكلم بقى على اسباب وعلى مسببات وتاني فيها. يا عم في ايه؟ ما خلاص، واثنين وثلاثه و10 و40 و1000 و1200 و750. كابتن جمال كان لاعب في بطوله افريقيا خلاص ما سجلش في النادي الاهلي. الاهلي فاز ببطوله افريقيا في هذا الموسم. جمال عبد الحميد خرج من النادي الاهلي وما بقاش مسجل في النادي الاهلي. الاهلي ارسل له المكافاه على بيته كامله زي اكتر لعيب لعب. وانت تعلم علم اليقين ان النادي الاهلي لم يقصر معك. الاستغناء عنك كانت وجهه نظر فنيه، واللي استغنى عنك هو اللي جابك بعد كده المنتخب اللي هو كابتن محمود الجوهري. قلت له هذا الكلام برضه على الهوا. كابتن جمال عبد الحميد مش خالص بيقول الكابتن جمال مشي من النادي الاهلي ليه؟ ما حدش بينطق. يمكن محمد عباس اللي قالها مره كده يعني سكه، لكن ما حدش يقدر ينطق في هذا الامر. اسمه محمد عباس، كان تيمه في الاهلي ساعتها بيقول ايه ونيجي تاني. يعني اليوم ده خرج وده اليوم اللي اتصور فيه. خرج ورجع وجه الصبح طبعا. خطيب ما حاسس بيه، خطيب كان نايم، بس كانت وصلت المعلومه للنادي للكابتن حسن. ليه؟ كان جمال كان من ضمن الاساسيين بتوعنا. بص لقينا جمال حميد مش موجود في الفرقه خالص، مش عارفين السبب. هي دي بقى انا الوحيد اللي عارف السبب بس ما رضيتش اتكلم فيه. جمال خرج حوالي الساعه 11 و 12 بالليل، كان خطيب نام خد ساعته ورجع على اساس هو ما نزلش. سهره حمراء. وانتوا كنتوا بتقضوا ليله حمراء في النايت كلاب ولا كنتوا بتبقوا معاكم في البيت؟ لسه في النايت كلاب لازم يكون ليك مكان خاص بيك. خاص اوضه جوه وبتاع والكلام ده كله. كان لكم اوض هناك؟ لا مش في النايت كلاب، شقه. عندك شقه؟ كان عنده هو شقه. شقته كانت فين بقى؟ جمال قاعد في، كان واخد شقه في العجوزه وكان واخد شقه في المعادي. انا بحب ده كل ما يطلع يقولوا ولكن برضو حاجات منطقيه. يعني بالله عليكم، في عندي لعيب بيكسبني هرميه حتى لو اتكسر، هرميه. مفيش الكلام ده. هو كابتن جمال مش مقتنع، كان عليه سبوت جامد من النادي الاهلي. مره لما اتصاب قالوا له خلاص احنا كده كنا هنمشيك او ما كناش عايزينك بسبب السهر والدلع، فالاهلي رماك. ده في اعتقادي.